السلام عليكم. طبعا الناس كلها دلوقتي بتتكلم وملهاش سيره الا قصه امام عاشور والزلزال اللي عمله امام عاشور بتخلفه وغيابه عن السفر مع بعثه النادي الاهلي لمباراه يانج افريكانز التنزاني. انا طبعا واحد من جمهور النادي الاهلي مستني بيان النادي الاهلي الرسمي عن سبب غياب امام عاشور، او لو هيصدر عقوبه كبيره ضد امام عاشور. انا بس يعني الناس زيطه جدا 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 الصفحات الزملكاويه. طيب نهدى شويه يا جماعه، نهدى شويه وننتظر نشوف اللاعب يعني ايه اللي حصل. وعايز اوصل لكم رساله مهمه جدا لجمهور الزمالك والجمهور النادي الاهلي. طالما جمهور النادي الاهلي موجود ما تخافش. طالما جمهور النادي الاهلي اللي صنع وعمل اسم وانجازات وتاريخ النادي الاهلي ما تخافش. اي حد عايز يمشي يمشي. لما حسام ابراهيم مشوا النادي الاهلي قفل؟ لا. لما ابراهيم سعيد مشى النادي الاهلي ما حققش بطولات، خدنا بطولات اكتر من الاول. لما عصام الحضري مشي وقرب ليه سيون السويسري حصل حاجه في النادي الاهلي؟ لا. الكيان ثابت والجمهور ثابت، فاللي عايز يمشي يمشي واللي عايز يفضل يفضل. واحنا منتظرين بيان النادي الاهلي الرسمي عن سبب غياب امام عاشور. وخليني اقول لك معلومه مهمه جدا جدا جدا، اللي يغور يغور. عندنا اعظم جمهور النادي الاهلي ملك لمن صنعوه واللي صنع اسم وانجازات وتاريخ النادي الاهلي، لا هو امام عاشور ولا محمد ابو تريكه ولا الكابتن محمود الخطيب. كل دولت كانوا جزء من انجازات النادي الاهلي، انما اللي صنع اسم وانجازات وتاريخ النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي اللي هو ملك لمن صنعوه. اللي صنع اسم وتاريخ وانجازات النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي.